تليفونية معانا دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة. الو. اهلا وسهلا. دكتور مجدي، ازي حضرتك؟ ازي حالكم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. احنا النهارده فقرتنا فقرة مطبخ واكيد احنا بنعرف من حضرتك معلومات كتيرة في الغذاء، وخصوصا واحنا في فترة الشتاء، يعني بنحتاج كتير لأغذية فيها طاقة وأغذية ممكن تساعد على زيادة المناعة. احنا معانا النهارده بيكاتا، عاملين بيكاتا وعاملين حواوشي بحاجه جديده بالكبد والقوانص. ممكن تعلق لنا؟ بالهنا والشفا. طبعا الكبد اعتقد لو احنا قلنا بالنسبه ل 100 جرام او 100 جرام من الكبده هتلاقي عندك سعراتها حراريه 35 سعر حراري. أيوة. النشويات حوالي 2، الدهون حوالي 4، البروتين 22. بس في حاجه مميزه قوي جدا مهمه في الكبد والناس مش عارفاها، اللي فيها الاحماض الامينيه الهامه جدا. في حوالي 9 احماض امينيه هامه، من ضمنها حاجه اسمها فينايل الانين، ده هام جدا لعمليات الذاكره والمزاج بشكل عام. وفيها 5 معادن، يعني فيها حديد الهام جدا للانيميا، وفيها فوسفور هام للقوه الجسميه والفكريه، وفيها نحاس هام للموصلات العصبيه، وفيها هام جدا للكولاجين، وفيها سيلينيوم، وفيها زنك. والزنك هام جدا عشان المناعه والتئام الجروح والعديد من الهرمونات، ويدخل 300 وظيفه من ضمنها حتى الوقايه من مشاكل البرد. المشكله الثانيه برضه في السيلينيوم الناس مش عارفاه، مهم جدا للجهاز المناعي والربو الشعبي ومشاكل الجلد ومشاكل الشعر والشيخوخه المبكره، ده برضه بيقي منها. النحاس بقى بيبقى اهم كمان لصبغه الميلانين، يعني اهم جدا للجلد والشعر والعين، الصبغات دي كلها والموصلات العصبيه، واهم كمان للكولاجين. وعشان كده بيبقى فيه اهم جدا تماسك الانسجه. ونقص النحاس بيعمل لي مشاكل في المناعه وانيميا وسهالات مزمنه، وحتى يزود نسبه الكوليسترول. بس بالنسبه للناس اللي عندها امراض القلب وارتفاع الدهون وذوي السمنه ومشاكل الكوليسترول، دول مش هينصح لهم ياخدوا الحاجات دي. برضه في فيتامينات عندنا، فيتامين أ مهم جدا للمناعه والبصر وبنسبه ممتازه، وفي 4 فيتامينات ب، الفوليك وحمض البنسلينيك والريبوفلافين وب 12. بالنسبه للقوانص، القوانص منجم للحديد، وده اهم جدا للناس اللي عندها الانيميا، ومصدر رخيص هيبقى للانيميا وفقر الدم، واهم للمناعه، واهم برضه كزنك ومغنيسيوم وبوتاسيوم نباتي وفوسفور، وكل دول مهمين جدا. يبقى نعتبرها وجبه خفيفه سريعه ممكن ترفع المناعه وتوفر قيمه غذائيه عاليه. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا لأنك دايما بتدينا معلومات سريعة جدا ومعلومات مفيدة جدا، دكتور مجدي بدران.